عارفين الناس اللي كانوا زمان في المدرسة بيخافوا يرفعوا ايديهم لحسن يجاوبوا غلط او لحد يتريق عليهم، حتى لو هم متأكدين ان اجابتهم صح. هم نفس الناس اللي كبروا وبقوا بيخافوا من كل حاجة، بيخافوا يخلفوا لما يكونوش قد المسؤولية، بيخافوا يقولوا رأيهم لحد يحرجهم، بيخافوا يردوا على اي حد ضايقهم لا يجرحهم. فبيعيشوا طول الوقت خايفين وبيحاولوا يرضوا كل اللي حواليهم عشان يفضلوا حاسين بالأمان إن الناس دول لسه موجودين حواليهم، عشان يحسوا إن هم ليهم قيمة في حياة حد أو إنهم كفاية في حياة حد. لأن للأسف هم طول الوقت حاسين إن هم سبير ومش كفاية. والمفاجأة بقى إن إحساس الخوف ده بيفضل مستمر وعمره ما بينتهي. والمفاجأة الأكبر بقى إن الناس دول هم أكتر ناس بتعرف تشيل المسؤولية وتقدروا تعتمدوا عليهم وانتم مطمنين في أي حاجة، لأن من كتر خوفهم لا يغلطوا بيقدموا أكتر بكتير قوي من اللي مطلوب منهم لما بيشيلوا مسؤولية حاجة.